وفي السياحة تفتخر بلدية بن عبد الملك رمضان بمنتزه بحري، فالزائر لمركب السفير تدهشه روعة المكان، فالموقع جعل منه قبلة للزوار حتى خارج فصل الصيف. بالإضافة إلى ذلك فالمركب يضم جميع المرافق الضرورية، حديقة للأطفال وفضاءات أخرى للترفيه، وشاطئ وفنادق لا تهدأ فيها الحركة تماما. وكلما دفأت حرارة الجو تتجمهر الأسر به لقضاء معظم لحظات اليوم واستنشاق الهواء النقي والتمتع بعبير نسمات البحر، حيث يأتي الناس من مختلف الفئات فرادا وجماعات للترويح عن أنفسهم في موسم الصيف، حيث يتجهون للمشي بجانب الساحل والاستمتاع بامتداد الأمواج على الأقدام والاستلقاء على الرمال برحلة ترفيهية للتمتع بصحبة الطبيعة إلى أواخر الليل. ولا بد للسياح الذين يسافرون عبر مناطق الجزائر الجذابة أن يشعروا حتما بالحاجة إلى عطلة ممتعة في منتجع بن عبد الملك رمضان. المراسلة كانت لموسى بالعيدي من ولاية مستغانم. مركب عائلي سياحي يحتوي على حوالي 50 مسكن مجهز للعائلات. الموقع تاعو هو موقع جذاب قريب من البحر، بين الغابة والبحر، يعني في الوسط. يبان عندنا من المساحة الخضراء حوالي 70% من المساحة الخضراء اللي مهتمين بها، وهي اللي عاطية طابع السياحي الجميل للمركب. جينا الكومبلكس هنايا السفير باه نريحو، جبنا معنا الدراري جبنا كما راكم تشوفوا. الحمد لله منطقة شابة سياحية موفر فيه كل شيء، الراحة، الاستجمام، البحر مقابلنا، كاين بلايص وين نريحو حنا ولا فامي، نتقهوى وندورو، كاين وين ما يلعبوا الدراري لي جو، موفر لهم كل شيء. أنا سلاف جاية من الغليزان، جيت باش نلعب. أنا بنديبة من ماشينا لمتنزه السفير بنتمتعوا بالألعاب اللي موجودة هنا، وكذا الألعاب والبحر.